أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أشخاص ملثمون أحدهم يحمل سلاحا ناريا على متن سيارة يحاولون اقتحام مقر قناة تونسنا. أحد العاملين بالقناة يصف لنا الحادثة. أنا واقف قدام شان ونحكي في التليفون وجات الكرهبة جري ميتسوبيشي جري. وقفت المقر في لافايت نهج ابن الجزائر، معناها اللي يسوقوا جوهم ظاهرة. أنا نحكي تليفون على تلفت، معناها كي قعدت 5 سكوند 6 سكوند هكا عاود تلفت شركة الكرهبة، نلقى واحد هبط وماشي ديريكسيون تاع الشان، معناها واقف بحذا الباب ولابس كاكول وشد سلاح في يد، سلاح معناها فرد راهو مش سلاح ابيض ولا سيف ولا سكينة، سلاح فرد. معناها كي في الرياكسيون ديك عاود طلع وانا خذيت الدورة، هربت نجري خذيت الدورة وطلبت الأمن وجا الأمن ولقاو الكرهبة جلي ايدونتيفيا ما لقاوها مباركية، فهمت؟ عيطوا لي قالوا لي هذه، قلت لهم هذه. وتوا هاو قاعدين معناها مسركلين الباتي دو ميزون وين فما الشين تونسنا، وفوق سطح للجيموبل اللي وحدنا وفوق سطحنا احنا، وان شاء الله يشدوهم هكا. انا نصور محاولة اقتحام خاطر الكرهبة معدية وفما اللي هبط اكليغور، معناها نصور باش يشوف شنو هي السيتياسيون، والاخرين باش يتبعوه خاطر واقف قدام باب الشين معناها 4 متر قدام لونتري. كي شافني معناها شاف فما حركة وقعدت نغزر لهم وريتو بالكاغول ريتو معناها، خاطر انا كي تعديت بالتليفون معناها عطيته بالظهر في سيغتان مومون وقف هو نغزر له. من بعد درت قعدت ونجي نحكي بالتليفون، كي درت عطيته بالظهر وعاود درت نلقاه لابس معناها في الرياكسيون. وقت ريتو وقتها في اللحظه ذيك هربت هكا شويه ومن بعد هربت نجري وطلبت الاب. ركبوا في الكرهبه من بعد ومشي خدت في الدوره، والكرهبه اللي شدوها الاب في بلاصه اخرى في نهج باراليل النهج نتاع التلف، خليو هربوا. اي خاطر انا كي كلمت الامن من دقيقه ونص كلهم جاوا بحذنا، معناها البوليسيه الكل دو بارتو، معناها حصروا البلاصه يا اخي، هم معناها حطوا الكرهبه وما فماش هما ريحتهم. رئيس التنسيقية المستقلة للعدالة الانتقالية عمر الصفراوي يصف وضعية القضاء بعد الثورة